الفيلم نفسه محققش نجاح في شباك التذاكر ولا حد اتفرج عليه، لكن أغنية بحبك يا حمار والعنب العنب العنب هم أكتر أغنيتين علقوا مع الناس ولسه معلقوا معاهم لحد دلوقتي، رغم إن كلماتها بسيطة، رغم إنها كانت نابعة من جواه وبتعكس الطابق الشعبي عند الناس. أغاني محمد عطية رغم إنه غنى أغاني كتير في الفيلم دوت وأغاني في أفلام تانية وكان بينزل كليبات ساعتها كتير جدا، إلا إن أكتر أغنية الناس بتفتكرها له يعني أو بتضحك عليها أغنية أنا بحب الدورة الدموية في فيلم درس خصوصي، اللي علقت مع الناس كتير ساعتها بعدها، مش عشان خاطر الأغنية حلوة لكن عشان خاطر كلماتها غريبة. وتخيلت كده إنك تعمل كل ده عشان الفيلم ينجح ويكسر الدنيا ويقولك إحنا هنجيب 3 مطربين كل واحد مطرب مختلف عشان نجمع بين جميع الأذواق والفيلم يسقط وما يجيبش إيرادات، لكن نقل سعد الصغير من الشهرة للأشهر بكتير. سعد الصغير هو اكتر واحد عارف الشعب بيحب ايه وعارف بيحب يسمع ايه. سعد الصغير شخص ذكي جدا 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 وعارف ازاي يحط نفسه ويخلي الناس تحبه في وقت قليل، بس هو دلوقتي الله اعلى واعلم فين بقى.